السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم قناة حكيمة مع الحلو. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في سلسلة حلويات العيد. جيت نشارك معكم اليوم الفقاس. فقاس بواحد النكهة، يعني نكهة كتفكرنا بالفقاس ديال أيام زمان. نكهة بلدية، فقاس بلدي 100%. ان شاء الله يعجبكم الفيديو واكتشفوا معايا هاد المقادير هذه اللي غادي ندير ان شاء الله في هاد الفقاس هذا. وان شاء الله انا متاكده غادي يعجبكم وغادي تجربوه، لانه كيجي بنين ويعني ومحلوش، وفيه النكهه ديال يعني اللي متعودين احنا في الحلويات القدام ديالنا. حاولت انا نعاود نحييها في هذا الفقاس هذا. غادي نبدا ان شاء الله معكم في المقادير اللي غادي نحتاجو ليها. كاس ديال سنيده، يعني كاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال اللوز، نص كاس ديال الجنجلان، واحد المعلقه ولا جوج معلقات ديال الماء الزهر، ثلاثه البيضات، شويه ديال حبه حلاوه، يعني معلقه ديال جوج معالق ديال حبه حلاوه. انايا هاد حبه حلاوه راه كانت شاطت لي غير من تقاوت، يعني ديك التغربيله صافي هي اللي استعملتها في هذا الفقاس. صافي. والنكهه اللي غادي نخرجوا بها هذا الفقاس البلدي هي هذيك الماء زهر وهذيك ثلاثه اربعه الحبات ديال المسكه الحره. صافي. غادي نحتاجوا الدقيق على حسب الخليط، خماره من وزن 7 غرام، وفاني. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. غادي ناخذوا ثلاثه البيضات، غادي نديروهم في الانيه اللي غادي نشتغلوا فيها. غادي نضيفوا كذلك شويه ديال قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، كاس ديال السكر سنيدة، يعني سكر حبيبات، فاني، كيس ديال فاني. هذا كيبقى اختياري، ربما يعني ماشي ضروري ديرو، لان كاينه النكهه ديال الماء الزهر، وعندنا كذلك النكهه ديال المسكه الحره. صافي. غادي نخلطوا هاد العناصر جيدا حتى نحسوا بالسكر داب لينا. صافي. هذوك الحبيبات ديال المسكه الحره، يعني طحنتهم مع شويه ديال سنيده هكا، يعني نيلتهم مزيان وضفتهم. صافي. هنا ضفت كاس ديال الزيت، يعني القياس ديال كاس ديال العنبه. صافي. غادي نخلط هاد العناصر كامله حتى ينسجموا ليا. من بعد غادي نضيف الماء الزهر، معلقه حتى لجوج معالق ديال الماء الزهر. غادي نضيف كذلك حبه حلاوه اللي سبق لي وذكرت، يعني غير هذيك اللي شاطت ليا من التقاوت هي اللي احتفظت بها ودرتها في سميتها، لان هي كتكون غليظه. من الاحسن تكون يعني هكايا، يعني مطحونه شويه. صافي. كذلك ضفت الجنجلان، وغادي نضيف اللوز. هاد الفقاس هذا كيجي بنين، وكتجي ديك النكهه ديال المسكه الحره وديال المزهر، يعني كتاكليه كتفكري فقاس ديال ايام زمان اللي كنا كناكلو في الصغر. كيجي بنين وكيجي لذيذ وما كيجيش حلو، كيجي هو هذاك. صافي. هنايا كما كتشوفوا انا كنضيف الدقيق على المهم على حسب الخليط، يعني ما غاديش يعني دفعه واحده، غادي نبقى نضيف غير بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. المهم هنا خصو يكون الفقاس يعني خفيف، ما يكون ما نحاولوا ما ندخلوش فيه يعني الكميه ديال الدقيق كثيره، يعني يكون رطب. حيت الا دخلنا فيه الدقيق بزاف غيجينا غادي يتهرس لينا في التقطاع ويجينا ناشف، يعني ما يجيناش زوين. صافي. غادي نستمر هنايا ونجمع الفقاس ونضيف هذيك الخماره ديال 7 غرام. صافي. هنا تقريبا راه داليا 400 حتى 450 غرام ديال الدقيق الابيض. صافي. غادي نستمر هنايا حتى نجمع الخليط
ونحصل على عجينه تكون لينه تكون رطبه. يعني رطبه وشويه، يعني ملي كتحطيها هكاك بحال كيتلصق شويه. هذا هو القوام ديالو، يعني ما يكونش هكا يعني شاد، يعني ما ندخلوش فيه دقيق بزاف. يعني ملي نحطوه بحال كنحطوه في هاد فاش كنخدمو، ملي كنهزوه كنلقاو شويه بحال لاصق. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلو عليه، يعني يكون رطب وسهل في التشكال. يعني هنايا غادي ناخذ هاد العجينه هادي نقسمها على 3. غادي نحاول نديرهم 3 البوده. هنايا مني نكون نصايب هاد البوده هذا، نحاول يعني نجمع العجينه باش من نحيد داك الهواء اللي كيكون لداخل، ونحاول نضربها هكا على سطح العمل شويه، نبقى نضرب فيها باش يخرج هذاك الهواء. وكذلك واحد النقطه، مني نكونوا هكا كنشكلوا في البوده، الا بانت لينا شي لوزه يعني خارجه ولا هذا، نحاولوا ندخلوها لداخل باش ما تهرش لينا الفقاس. صافي، هادو هما الاسرار هذه من اللي تقريبا باش يجيكم الفقاس مزيان. وكذلك تاني الطريقه ديال الطياب ديالو حتى هي مهمه بزاف. يعني الفران خاصو يكون يعني دافي، ما يكونش سخون، يعني دافي ودرجة الحرارة تكون منخفضة. صافي، هنا من بعد ما شكلتهم كما كتشوفوا، يعني هاد الكمية هادي تقريبا عطاتني ثلاثة ديال لي بودون، تبارك الله ما شاء الله، يعني كمية كتخرج، يعني ماشي، يعني كتعطي هاد الكمية هادي. صافي، هنا خديت واحد الصفار ديال البيض، ضفت ليه القهوة سريعة الذوبان، وغادي ندهن هاد البودة. غادي نحاول ندهنو مزيان وندوز عليه بشوية ديال الفورشيط هكا يجينا هذاك التزيين ديال الفورشيط. صافي، وندخل كما سبق لي وذكرت الفران ضروري يكون دافي، ما يكونش سخون وما يكونش يعني بارد، من الاحسن يكون دافي. صافي، نشعلو عليه غير تقريبا على 100 درجه، واحد 5 دقائق هكاك، وندخلو لهذا، وندخلو الفقاس يطيب، نحاولوا نديروا درجه الحراره 150. من يكون يطيب الفقاس نديروا ليه غير 150. صافي، ونخليه يطيب. هنا من بعد ما طاب ليا، هنا راه ما عرفتش كيفاش مشات ليا الصوره اللي وريتكم فيها الفقاس. هنا راه ما تفرقع ما والو، جانا يعني مزيان كما كتشوفوا. وقطعته وطيبته كما كتشوفوا، كيجي يعني في واحد الشكل زوين، ما مهرس ما والو، ما كيكون فيه لا كسور لا والو، ما كيتفرقع ما حتى شي حاجه. تبعوا غير الطريقه، ان شاء الله غادي ينجح لكم هذا الفقاس هذا. اما النكهه راه كما سبق لي وذكرت، يعني كتجي واحد النكهه فيه خطيره، يعني ديك النكهه الاولى اللي كنا كناكلو في الحلويات تاع زمان، يعني داك النكهه ديال المزهر ديال المسكه الحره، كيجي يعني كيجي بنين. وكذلك الحلاوه، يعني هي هذيك محلو ما مسوس، الحلاوه يعني معتدله. ان شاء الله يعجبكم طريقتي والمقادير ديال الفقاس، وتجربوه في هذا العيد هذا. الله يدخل علينا بالصحه والعافيه. صافي، غادي نخليكم مع الصور، ونقول لكم الى لقاء قادم ان شاء الله، والى فيديو قادم بحول الله، واترككم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.